بنك المصرف المتحد هيطرح في البورصه للاكتتاب العام. تعال اقول لك بقى ازاي تستفيد من الفرصه دي. البنك المركزي جه في 2006 لقى في 3 بنوك بتواجه مخاطر الافلاس نتيجه مخاطر الديون، فدمج البنوك دي سوا مع بعض. والبنوك دي كان بنك النيل والبنك المصري المتحد والمصرف الاسلامي الدولي للاستثمار والتنميه، ودمجهم مع بعض تحت مسمى المصرف المتحد. وهيتم طرح 30% من اسهمه في البورصه المصريه بحوالي 330 مليون سهم، و95% طرح خاص لبعض المؤسسات في مصر وغيرها، و5% للافراد. ونشره الاكتتاب بتقول امكانيه زياده النسبه ل 49%، واقل عدد اسهم تقدر تشتريه هم 100 سهم. الطرح الخاص هيكون لحد 25 نوفمبر، والطرح العام هيكون يوم 27 نوفمبر اللي جاي ده، وهينتهي يوم 3 ديسمبر. طب يعني ايه طرح الاكتتاب او الاي بي او؟ ببساطه دي العمليه اللي بيتم فيها طرح بيع اسهم لاول مره لشركه في الاسواق الماليه، انت وغيرك يخليك شركاء في البنك ده وتملك اسهم فيه. والفرصه الحقيقيه والميزه ان هيكون في صندوق استقرار، وده مهم جدا. ليه بقى؟ علشان لو سعر السهم انخفض عن سعر السهم في الاكتتاب لمده شهر من الاكتتاب ده يحمي فلوسك وتقدر تاخدها تاني. وصافي ارباح البنك كانت مليار و700 مليون جنيه في نهايه السنه الماليه 2023، وسعر السهم هيكون ما بين 12 جنيه و70 قرش ل 15 جنيه و60 قرش، وتم تقييم القيمه العادله للسهم ب 15 جنيه و73 قرش لسه. فلو عايز تكون من اول الناس اللي تشارك في الاكتتاب تقدر تعمل ده عن طريق ابلكيشن دوتريد. دوتريد هو الابلكيشن الوحيد في البورصه المصريه اللي زيرو عموله حتى 250 الف جنيه تداول، وهو تابع لشركه مباشر لتداول الاوراق الماليه والمرخص من الهيئه العامه للرقابه الماليه. وكمان الفيديو ده برعايه شركه مباشر. ابلكيشن مباشر ودوتريد متاحين على اب ستور وجوجل بلاي، فاعمل سيف للفيديو علشان تحتاجه، ولو عاوز اللينك وعندك اي استفسار اكتب في كومنت كلمه مباشر وهيرد عليك.